تعالى كده نتفرج على التفصيله الصغيره دي. انت شايف قدامك برواز فتحناه لقيناه مرايه، ده اسمه البرواز الجوكر. نحطه جنب باب الشقه، هنعلق عليه شنطه واحنا ماشيين، هنعلق عليه جاكيت، هنستخدمه استخدام تاني خالص في تعليق المفاتيح، هعلق عليه مفاتيح، هحط له شويه اكسسوارات جنب باب الشقه. عرضه صغير جدا 60 سم في ارتفاع 180، يجي يفتح معايا تقريبا بالشكل دوت كده. بقى عرض القطعه كلها متر و10. واضح جدا من وجود المرايه معايا ان انا ممكن استخدمها جنب باب الشقه، وده افضل تقريبا مكان ليها. ممكن تتوظف معايا في غرفه بنات هتحتاجها جدا الاكسسوارز بتاعتها، او غرفه اطفال ممكن نحط الشوزات الصغيره، ممكن نحط اي اكسسوارز العاب. الخشب اللي موجود معايا في البرواز الجوكر خشب بانومك سي قشر ارم. القطعه متوفره معانا بدرجه اللون الابيض، ومتوفره بدرجه لون الشامبين، ودرجه لون البني، درجه لون الاسود، درجه لون الجري. اما بالنسبه للتعليق بتاعها والسمك بتاعها، تقريبا السمك بتاعها ما تعداش معايا ال 5 سم او 6 سم. بتتعلق على الحيطه. بتيجي تتعلق معايا القطعه عن طريق العاشق والمعشوق. بجيب خشبه بحطها على الحيطه بتتعلق بالشكل دوت. بجانب ان انا شايفها قطعه مميزه جدا، انا شايفها هديه قويه جدا. معظم اللي بيحب يهديها بيحب يهادي بقطعه نادره، قطعه مش موجوده، قطعه مش متداوله. دي القطع تقريبا احنا بس المتميزين فيها، مش متداوله في اي بيت، مش متداوله في اي مكان. عشان دي قطعه مميزه احفظ الفيديو بتاعها عندك عشان لما تحتاج. استنونا في فيديوهات تانية مع سامي مودر.